تحليل المشاعر وآراء العملاء كانت بتاخد مننا وقت كتير قوي، ونقعد نقرا ونقعد نفصص ونحلل ونشوف مين اللي حلو ومين اللي وحش ومين اللي مش فارقه معاه. ولكن جوه برنامج الاكسل بدون ما نروح تشات جي بي تي في موجود الكوبايلوت، وهيعمل لنا سنتمنتال اناليسيس هايله. يلا نشوف. دي الريفيوهات اللي جايه لي من المنتجات بتاعتي، فانا دلوقتي عايز اقسمها على حسب مستوى رضا العملاء. وطبعا اكيد مش هقعد اقرا واحده واحده واقعد انا احدد اذا كانت كويسه ولا عاديه ولا وحشه، ولكن الاي اي هيعملها لي. هاجي هنا كده واقول له يساوي كوبايلوت، وهبدا اكتب البرومبت بتاعي ما بين دبل كوت. هاجي هنا كده هقول له حدد لي الريفيوهات بتاعتي او قسمها لي لبوزيتيف ونيجاتيف ولا ناتشرال، وهقوم جاي قافلها كده بدبل كوت، وهقوم جاي عامل كوما، وبعد كده ابدا اختار الريفيو بتاعي اللي هو ده، وهقوم جاي دايس انتر. بعد كده هقوم جاي عامل اوتوفيل، وببساطه شديده جدا قدرت اعرف كل الكومنتات اللي عندي اذا كانت ايجابيه ولا سلبيه، وبالتالي اقدر اشوف المشاكل بتاعتي فين بسهوله وبسرعه كمان في نفس الوقت، واعمل فولو اب على الناس اللي ادوني ريفيوهات نيجاتيف وابدا احل المشاكل بتاعتي. انا كده هنروح بيتنا، يعني نروح بيتنا بقى. للاسف اللي مش هيتعلم الاي اي واللي مش هيتعلم الكلام ده كله، اي حد هيقدر ياخد مكانه علشان بس بيعرف يعمل ده. فانت مهم قوي انك تتعلمه علشان محدش ياخد مكانك، وتبقى دايما سريع في شغلك ومميز جدا. وعلشان ده يحصل اكتب لي بس في الكومنتات، وانا هبعت لك تفاصيل الاشتراك السنوي اللي هتتعلم فيه اكسل صح وباور بي اي صح وتطبيقات الاي اي فيهم وبايثون وحاجات تانية كتيرة. فانا هستنى الكومنت بتاعك ضروري، ضروري جدا. يلا سلام.